الهجمات الإلكترونية اللي تعرفت بقضية جبروت ما كانتش أبداً مجرد تسريب بيانات وخلاص، لا، دي كانت حلقة في سلسلة حرب غير معلنة. في تحليلنا ده حنكشف سوا الأبعاد الجيوسياسية اللي ورا الهجمات دي، وإزاي إن هدفها كان أعمق بكتير من مجرد سرقة معلومات. طيب خلونا نفهم القصة دي كويس. اللي حصل ده مش مجرد هجمات عشوائية. زي ما الخبير بيقول، في استراتيجية مدروسة ورا الموضوع اسمها نظرية الانهيار الانسيابي. وقبل ما ندخل في تفاصيل الهجمات، ضروري نفهم الإطار ده، لأنه هو المفتاح اللي هيفك شفرة الهدف الحقيقي من ورا جبروت. رحلتنا في تحليل الموضوع ده هتمشي كالتالي: هنبدأ بالهجوم نفسه والغموض حوالين مين هو جبروت. بعدها هنفند النظرية اللي انتشرت عن وجود صراع داخلي، وبعدين هنشرح السلاح الحقيقي المستخدم وهو الانهيار الانسيابي. هنشوف ازاي تم استهداف الثقة ونحلل وضع الإعلام، وفي الآخر هنبحث عن أفضل طرق للرد والمواجهة. في البداية الموضوع كان صدمة كبيرة، ما كانش مجرد اختراق عادي، لا، ده كان استهداف منظم وممنهج لمؤسسات حيوية وحساسة جدا. وده طبعاً فتح الباب فوراً لأسئلة كتيرة عن مين اللي ورا الهجمات دي وإيه دوافعهم الحقيقية. اللي يخلي الموضوع خطير فعلاً هو حجم الاختراق. احنا مش بنتكلم عن مؤسسة واحدة، احنا بنتكلم عن بيانات أجور ومعلومات شخصية لملايين الموظفين، ومعلومات عن مئات الآلاف من الشركات. النطاق الواسع ده بيوضح إنه الهدف ما كانش مادي قد ما كان هدفه إنه يعمل أكبر قدر ممكن من البلبلة والضرر المعنوي. أول ما الهجمات دي حصلت على طول انتشرت نظرية زي النار في الهشيم، إن اللي بيحصل ده هو نتيجة صراع داخلي على السلطة بين الأجهزة الأمنية المغربية نفسها. كانت رواية تبدو بسيطة ومقنعة لناس كتير، بس يا ترى هي فعلاً حقيقية؟ دلوقتي خلونا نمسك النظرية دي ونفككها واحدة واحدة. مهم قوي نفرق بين إن يكون في بعض الاختلالات أو المشاكل الداخلية، وبين إن يكون في صراع شامل ومفتوح بين مؤسسات سيادية. وهنا النقطة الجوهرية. في فرق شاسع بين أننا نقول صراع أجهزة منظم وأننا نعترف بوجود اختلالات داخلية أو ثغرات ممكن أي عدو خارجي يستغلها. النظرية الأولى بتفترض وجود حرب أهلية استخباراتية، أما الثانية فبتشير لوجود نقاط ضعف ممكن استغلالها. الكلام ده من خبير متابع للملف بيحط النقط على الحروف. فكرة الصراع المفتوح بين الأجهزة دي تبدو غير منطقية خالص لو بصينا لهيكل الدولة المغربية اللي بيخلي كل المؤسسات دي تحت سلطة مركزية واحدة. والتصريح ده بيجبرنا ندور على تفسير تاني، تفسير يكون أكثر تعقيداً. إذن لو ما كانش صراع داخلي يبقى إيه بالضبط؟ هنا بقى بنوصل لقلب تحليلنا، نظرية الانهيار الانسيابي. ودي استراتيجية ممكن تكون خفية لكنها مدمرة بشكل لا يصدق. المصطلح ده أصله من علم الفيزياء والهندسة. تخيلوا معايا جسر، الجسر ده مش بيوقع بسبب زلزال ضخم مرة واحدة، لا، ده بيوقع بسبب ضغط بسيط ومستمر عليه على مدى سنين طويلة. الضغط ده بيعمل شروخ صغيرة جدا، ومع الوقت الشروخ دي بتكبر وتكتر لحد ما فجأة الهيكل كله ينهار. هو ده بالظبط اللي الاستراتيجية دي بتهدف له في عالم السياسة. العملية دي بتمر بمراحل واضحة جداً. بتبدأ بشقوق صغيرة، ودي هي نقاط الضعف اللي موجودة أصلاً في المجتمع. بعدين تيجي مرحلة التدهور البطيء لكنه مستمر، وده عن طريق تغذية عدم الثقة بشكل متواصل. وفي الآخر التسارع المفاجئ اللي بيؤدي للانهيار. وهنا بتيجي النقلة المهمة. الضغط المستمر في عالم السياسة مش قوة فيزيائية، مش دبابة أو صاروخ، دي حرب على الوعي والإدراك. الهدف مش تدمير المباني، الهدف هو تدمير البنية التحتية المعنوية للمجتمع. الثقة في المؤسسات، في الحكومة، وحتى الثقة بين الناس وبعضها. طيب الكلام النظري ده جميل، بس إزاي أطبقه على أرض الواقع في المغرب؟ المهاجمين ما خلقوش عدم الثقة من العدم، لا، هم بكل ذكاء استغلوا الشقوق اللي كانت موجودة فعلاً في النسيج الاجتماعي. الأرقام دي بتحكي قصة مهمة جداً. بنشوف إن الثقة في مؤسسات زي الجيش والشرطة عالية جداً، ودي تعتبر ركيزة استقرار. لكن في نفس الوقت بنشوف شرخ عميق جداً في الثقة بجهود الحكومة لمكافحة الفساد. النسبة القليلة دي 34% هي بالضبط نوع الشرخ الصغير اللي استراتيجية الانهيار الانسيابي بتدور عليه عشان توسعه. الرقم ده 66% هو مربط الفرس.
يعني تلتين المغاربة شايفين إنه جهود الحكومة ضد الفساد مش فعالة. ده مش مجرد رأي، دي ثغرة استراتيجية خطيرة ممكن أي حد يستغلها عشان يعمق الإحساس بالإحباط وعدم الثقة في قدرة الدولة على تحقيق العدل والكفاءة. يعني تسريب بيانات الضمان الاجتماعي ما كانش هدفه إن الناس تعرف مرتبات بعض، الهدف كان أعمق بكتير. كان الهدف هو توصيل رسالة بتقول الدولة اللي مش عارفة تحمي أبسط بيانات مواطنيها إزاي ممكن تثقوا فيها إنها تحمي أمنكم ومستقبلكم. دي عملية ممنهجة لتغذية الشك والتشاؤم. في أي حرب من النوع ده، حرب الإدراك، المفروض أن الإعلام الوطني يكون هو خط الدفاع الأول. لكن السؤال هو، هل الإعلام المغربي كان جاهز للمعركة دي؟ وهل عنده المناعة الكافية عشان يقوم بالدور ده؟ الأرقام دي صادمة وبتكشف عن أزمة هيكلية عميقة. إن عدد الصحف المطبوعة يقل أكتر من النصف في سنتين بس، ده مؤشر على هشاشة اقتصادية كبيرة. ولما يكون الإعلام بيعاني مالياً وبيعتمد على الدعم الحكومي، بيبقى صعب عليه يحافظ على استقلاليته وقدرته على مواجهة حملات التضليل المعقدة. والوثيقة دي بتولينا إن القصة دي مش مجرد كلام في الهوا، لا، ده نقاش حقيقي وتشريعي بيحصل. الصراع حوالين إزاي ننظم مهنة الصحافة هو جزء من تحدي أكبر، وهو إزاي نبني إعلام قوي يكون فعلاً درع حماية للمجتمع. إذن الخلاصة هنا واضحة، لما يكون خط دفاعك الأول اللي هو الإعلام بيعاني من مشاكله الهيكلية الخاصة، ده بيخلي البلد كله مكشوف أكتر للهجمات اللي بتستهدف الوعي، ودي نقطة ضعف تانية تم استغلالها بذكاء. تمام، بعد ما شخصنا الهجوم والاستراتيجية ونقاط الضعف، نوصل للسؤال الأهم. طيب، إيه الحل؟ إزاي ممكن نواجه نوع جديد زي ده من الحروب؟ وإيه هو شكل الدفاع الأقوى؟ الحل هنا مش مجرد إننا نشتري أنظمة حماية إلكترونية أغلى وأقوى، لا، الدفاع الحقيقي بيكون ببناء مجتمع عنده مناعة، وده معناه إننا لازم نعالج الأسباب الحقيقية لعدم الثقة زي الفساد، ونقوي المؤسسات اللي بتخدم الناس، وندعم إعلام حر ومسؤول، ونعزز اللحمة الوطنية. الصمود الحقيقي هو صمود مجتمعي مش تقني بس. وفي الآخر يبقى السؤال ده مطروح للتفكير، إذا كانت الحرب دي كلها بتستهدف الثقة، فهل بناء الثقة دي من جديد بصدق وشفافية هو السلاح الأخير والدرع الحصين اللي محدش يقدر يخترقه؟ شكراً لكم.